صليت، صمت، تصدقت، قلت كلمة طيبة، عملت أي خير النهاردة أو امبارح أو حتى طول حياتك؟ طب السؤال الأهم من ده كله، أنت ضامن العمل ده وصل لله وربنا سبحانه وتعالى قبله فعلا ولا لأ؟ طب يا ترى إيه الميزان الحقيقي اللي بيوزن بيه ربنا سبحانه وتعالى أعمالنا؟ وليه ممكن تسبيحة واحدة بس بقلب حاضر تكون أتقل في الميزان من جبال أعمال شكلها حلو لكن قلب صاحبها كان في حتة تانية وهو بيعملها؟ الميزان الحقيقي والسر الأعظم في قبول الأعمال والمقياس الأوحد بالنسبة لله سبحانه وتعالى في أعمالنا كلها بلا استثناء هو الإخلاص. في حديث من أخطر الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها ويعتبر هو أبو الأحاديث حرفيا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية زي ما احنا عارفين محلها في القلب مش بره، يعني محدش مطلع على النوايا إلا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى.